لو انت يا سيدي من هواة مشاهدة الافلام العربية وفي يوم من الايام كده وانت بتتفرج جه قدامك فيلم الارهاب والكباب بتاع عادل امام، وبدون قصد في الفيلم ده عادل امام يجي في ايده سلاح واللي بيه يحتجز مجموعة من الرهاين ويسبب لهم حالة من الخوف والهلع والرعب الشديد، ومع ذلك وفي تصرف غريب جدا من الرهاين دول تلاقيهم في نهاية الفيلم ياخدوا عادل امام وسطهم بحيث يعني يخرج في حمايتهم والشرطة ما تقدرش تتعرف عليه. وبغض النظر عن ظروف عادل امام في الفيلم ده، واللي اصلا كان رايح مجمع التحرير عشان خاطر ينقل عياله لمدرسة قريب من البيت بدل ما بيروحوا كل يوم البيت من فرهدين، السؤال هنا ايه اللي خلى الرهاين دول يتصرفوا التصرف الغريب ده ويكونوا مشاعر ايجابيه ناحيه الشخص اللي كان خاطفهم وراعبهم؟ ليه انت ممكن تتعاطف مع شخص بيأذيك نفسيا وبدنيا؟ ليه مثلا ممكن بعض الشعوب تتعاون مع الشخص المحتل، وبالعكس ده ممكن كمان تبرر ليه التصرفات بتاعته وتشوف ان المحتل ده قلبه على البلد مع انه بيسرقها وبينهب خيرها؟ ليه بعض الناس مثلا ممكن تحب شخص ظالم بيضطهدهم ويسرقهم وشايفين ان التعاون مع الشخص ده قمه الوطنيه؟ عايز تعرف ليه؟ اكيد عايز تعرف ليه. لذلك روح هات فنجان القهوه الجميل بتاع كل مره واستناني أنا راجع بعد ثواني. التاريخ 23 أغسطس سنة 1973 والمكان العاصمة السويدية ستوكهولم، وسطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة بقيادة المجرم عتي الإجرام جان إيريك أولسون. عبي لي يا ابني كل الفلوس دي في شوال وفتش كل الناس دي وخد موبايلاتهم. موبايلات يا فندم؟ احنا في سنة 1973 مفيش موبايلات لسه. ويفضل أولسون محتجز كل الرهاين دول لمدة 6 أيام متواصلين لحد ما الشرطة السويدية أخيرا تقبض على أولسون وتحرر كل الرهاين. لحد هنا الدنيا تمام ومفيش أي حاجة غريبة في الموضوع. المشكلة بقى إن الرهاين اللي احتجزهم أولسون وفي تصرف غريب جدا، اول ما المحكمه استدعتهم عشان خاطر يشهدوا كانت شهادتهم لصالح أولسون اللي هو اصلا كان خاطفهم وراعبهم. لا ده مش بس كده، كمان احنا كمان هنلم لك فلوس ونوكل لك محامي. هو الواحد كل يوم كده بيلاقي واحد ابن حلال يخطفه؟ احنا هنقوم محامي الاعز منك يعني؟ ده انت اللي خطفتنا. هيئه المحكمه تخبط كف على كف وتقرر تستدعي الطبيب النفسي نيلز بيجرو. تعالى يا عم بيجرو فسر لنا الظاهره اللي بتحصل دي بدل ما دماغنا تشد. بصوا يا جماعه والله دي ظاهره اسمها ستوكهولم سندروم. وايه الجديد يا شيرلوك هولمز؟ ما احنا عارفين انها ستوكهولم سندروم، يعني جبت لنا ستوكهولم حطيت فيها سندروم خلاص بقت ظاهره. احنا عايزين نفسر الظاهره. انتوا عايزين تفسروا الظاهره. بصوا يا جماعه هي اسمها تيرر بوندنج، الترابط العاطفي المصاحب للصدمه والرعب، وهي عباره عن حاله نفسيه الضحيه فيها بتكون مشاعر ايجابيه تجاه الشخص اللي تسبب لها في الصدمه او حاله الاذى دي، وتلاقي الضحيه ارتبطت ارتباط عاطفي بالشخص ده. يقول الدكتور توماس سترينز احد علماء النفس ان الضحيه في الوقت ده بيكون اهم حاجه عندها انها تفضل موجوده على قيد الحياه، اي حاجه غير كده دي مجرد شكليات. لذلك طالما الشخص المؤذي ده سايبك على قيد الحياه يبقى والله ده كرم كبير منه، ومجرد انه اصلا كده يسمح لك تعمل حاجات بسيطه والله ده كرم اوفر منه كمان، لان ببساطه مخك في الوقت ده بيعمل ميكانيزم دفاع بحيث يشيل من عليك حاله الضغط النفسي اللي انت فيها عشان يطمنك ويقول لك بص والله ده راجل كده في منتهى الجمال اهو، هو عشان خاطفنا كده يبقى شخص خلاص مش كويس يعني؟ وبص يا عم ده بيسمح لك تاكل وتشرب وخلاك كمان تروح الحمام، محتاج ايه انت اكتر من كده؟ ده لو واحد غيره كان ممكن قتلنا. الله يبارك له والله، شخصيه جميله جدا وكيوت وحلوه والله. اهدى كده فوقك من حاله الرعب والهلع اللي انت معيشنا فيها دي. واحد من الضحايا مثلا كان عايز يعمل عوق في المكان ويتصل بالشرطه، راح أولسون ضربه برصاصه في رجله. الغريب بقى ان الشخص ده يقول والله ده أولسون ده راجل محترم والله كويس والله انه ضربني بالرصاص بس في رجلي وما قتلنيش، شخص جميل والله انا اللي استاهل بصراحه. اليزابيث اولجرين واحده من الضحايا عندها كلاستروفوبيا، ودي عباره عن حاله من الهلع بتحصل لما يكون الشخص موجود في مكان ضيق. أولسون بقى الله يبارك له كان بيقدر حالتها لدرجه انه كان رابطها بحبل في رقبتها وبيسمح لها انها تخرج تتمشى بره الاوضه الضيقه دي، وكانت شايفه ان دي والله حاجه جميله جدا منه، يعني خاطفها وراعبها ورابطها بحبل في رقبتها في مشهد في قمه الذل، ومع ذلك شايفه ان كل دي حاجات حلوه وان الشخص ده جميل جدا. المشكله بقى ان التغير النفسي اللي حصل للشخص المخطوف ده بيحصل زيه بالظبط للخاطف. ممكن تلاقي الشخص المؤذي ده ارتبط ارتباط عاطفي بالناس اللي بيأذيهم. يقول أولسون والله انا كنت قادر اقتل كل الرهاين بس بصراحه صعبوا عليا، لقيتهم والله ناس طيبين كده وكويسين وبيسمعوا الكلام فقررت والله ان اتعايش معاهم. لا وكمان ابتدينا نتعرف على بعض. والله يا جماعه انا اول عصابه شكلتها كنت في ثالثه اعدادي، كنا بنخطف بنات من ثالثه ثانوي ونرجعهم ثانيه ثانوي. اتعرف بقى على القمر، حد خطفك قبلي ولا انا اول واحد يخطفك؟ لا والله كان في 2 قبلك، كان فيهم واحد طيار بس للاسف بابا رفض. حوار طبعا غير منطقي خالص، بس تحس انهم كلهم رايحين في المنطقه دي يعني ايه مخطوفين وخاطف وبيتعرفوا على بعض. تقول انا فرويد بنت عمنا سيجموند فرويد مخنا اول ما بيكون واقع تحت ضغط شديد بيعمل شويه ميكانيزمات دفاعيه غريبه جدا واللي بيها يقدر يهرب من حاله الخوف والهلع اللي هو فيها، لانه ببساطه لو فضل في الحاله دي هتعمل له مشاكل كتير جدا، فبيحاول بكل قوته انه يخرج بره حاله الهلع دي. واحد مثلا مخه يعمل ريبريجن واللي فيها يقرر انه يعيش حاله من الكبت ويكتم كل المشاعر والافكار اللي جواه، لكن هي ما اتكتمتش، هي اتخزنت في العقل اللاواعي ويفضل يا عيني كاتم في نفسه وساكت ومحدش
ومحدش يعرف عنه حاجه الى ان يشاء الله. وللاسف مش كل حد بيتاذي من شخص او من حد بيتكلم، الغالبيه بيسكت ويكتم جواه. ارجعوا لحلقه السماح بالرحيل، حلقه جميله جدا ومرتبطه جدا بالموضوع ده. بعض الناس مثلا تلاقيهم بيضربوا عيالهم، ومش بس يضربوهم، لا ده بيجبروهم انهم ما يبكوش ويكتموا جواهم ويمارس دور التسلط اللي جواه، ويا عين الطفل ده يكتم جواه. لكن للاسف اول ما بيكبر كل ده بيظهر عليه من تاني، سواء على صوره تهتها في الكلام او تبول لا ارادي، او يطلع كده شخصيته ضعيفه فاقد للثقه ومنعزل عن الناس، وغيرها من المشاكل النفسيه الصعبه جدا. هو صحيح سكت وبطل عياط، لكن في مشكله تانية حصلت جواه. فاتقوا الله في من وليتم امرهم فسوف تسالون. واحد مثلا مخه يعمل ديسبليسمنت او ازاحه، مش انت اهنتني وهزقتني ومرمطت بكرامه الارض وانا مش قادر عليك، انا بقى هروح افش غلي في حد تاني انا ليا عليه سلطه، زي ما عمل تفتح كده في المشهد. انت دلوقتي يا فندم المنطقه دي ضرب هذه ابن اختي. هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه لما يمد ايده عليك؟ فيها ايه؟ اخوك الكبير وضربك. افش غل في عيالي، في مراتي مثلا، في شويه الموظفين تحت اللي ليا سلطه عليهم، المواطن الغلبان مثلا اللي جاي مصلحه حكوميه يعمل شويه ورق او يخلصهم، ازهقه واقرفه، المهم اخد بطار، او ممكن اكسر واحطم اي حاجه تيجي في طريق. ما تعرفش مثلا ايه ذنب الموبايل اللي انت هبته في الحيطه ده يعني، بس اديني بفش غل في اي حاجه اقدر عليه. فخلي بالك جدا في الاوقات دي، لانك غالبا هتندم بعدها. مخك برضه ممكن يعمل دينايل او انكار للواقع لما تكون الصدمه كبيره جدا. لا يا جماعه انا مش مصدق اللي حصل ده كل دي مجرد تهيؤات على فكره، مفيش حاجه حصلت، نهدى كده ومش عادي، مفيش مشكله خلاص يعني. مخك برضه ممكن يعمل identification with the aggressor، التماهي او التضاهي مع الشخص المعتدي. خلاص بقيت شايف الشخص اللي بيأذيك ده واحد شبح قادر يقهرك ويقهر كل الناس اللي حواليك، فتبتدي شخصيتك تدخل في شخصيته وتكتسب صفات الشخص ده عشان تبقى شبح زيه كده ومحدش يقدر يدوسلك على طرف. محمد رمضان مثلا دايما يدخل السجن شخص طيب وغلبان كده، يتبهدل شويه في السجن ويطلع من السجن شبح، ياخد حقه من كل الناس، حتى من عم محمد بتاع الكشك اللي اداله بالباقي الباقي. هو مقرر خلاص هياخد حقه من الدنيا كلها. كل واحد مننا لما بيكون واقع تحت ضغط شديد، رد فعله او الميكانيزم الدفاعي اللي هيعمله مخه غالبا بيكون غير متوقع خالص، على حسب المكان في المخ اللي حصل فيه التأثير، لدرجة انك ممكن كده تقف مبلم تجاه تصرف شخص في موقف معين. معقول حسين يتصرف بالطريقة دي؟ انا مش مصدق يا جماعة. ناتاشا كامبوش مثلا طفلة عندها 10 سنين يتم اختطافها وتفضل مخطوفة ومحبوسة لمدة 8 سنين كاملة. المشكلة بقى انها لما سمعت بخبر موت الشخص اللي كان خاطفها فضلت تبكي عليه، ومش بس كده ده راحت الكنيسة تولع له شمع كصدقة على روح المرحوم اللي كان خاطفها. تحسه كان خاطف قلبها يعني. الضحية في الموقف ده بتكون مرتبطة جدا بالشخص ده، لان شايفة ان الشخص ده شخص قوي جدا ويقدر يحميها من كل المشاكل. صحيح بيأذيه بس هو حاسس بالامان ناحيته، ده بالعكس ممكن كمان يبرر ليه الاذى اللي بيعمله ليه، ممكن كمان يجيب العيب على نفسه، ممكن كمان ينكر كل الاذى اللي حصل له ويقول لك لا والله ده راجل زي الفل إيه اللي بتقوله ده. وده غالبا بيحصل مع الاطفال والستات فيما يعرف بالباترد وومن سيندروم او الباترد تشايلد سيندروم، متلازمه المراه المنتهكه او الطفل المنتهك. تلاقي مثلا ست جوزها بيهينها ويضربها ومع ذلك تتحمل كل ده، وحتى لو طردها من البيت غالبا بترجع تاني، لانها بتبقى شايفه انها من غيره ممكن تتعرض لمشاكل اكبر من اللي هي فيه، ولو سابت البيت هتروح لمكان فيه اذى اكتر، وهو الاذى اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. وعلى فكره بقى انا السبب، ما كانش له لازمه يعني ان ازود الملح في الاكل، وتلاقيها بتدور على اي مبرر عشان تقنع نفسها بوضع اساسا غلط. طفل مثلا يتعرض لعنف في المدرسه او تحرش مثلا، تلاقيه ينكر كل ده وشايف ان الشخص ده بيضربه وينتهكه لمصلحته. خلاصه كل اللي قلته ده ان مخك بيحاول يهرب، اوعى تهرب معاه. قول للوحش انت وحش في وشه، اوعى تبرر اهانه شخص او ظلمه ليك، اقف وقول لا، قول لا لانك مش هتعيش غير مره واحده، فعيشها بكرامه. اوعى تقضي حياتك هارب، كرامتك اغلى من حياتك. في 100 حل قدامك، الدنيا ما بتقفش على حد، يمشي واحد يجي غيره. ناس كتير مشيت من حياتنا كنا فاكرين ان الحياه هتنهار بعدهم، لكن الحياه استمرت وكملت. وفي النهايه رساله لكل واحد بيقهر حد ويظلمه، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وإذا دعتك قدرتك لظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. لما دخل سعيد بن جبير على الحجاج فقال له الحجاج ما اسمك؟ فقال سعيد بن جبير. فقال الحجاج بل أنت شقي بن كسير. فقال له أمي أعلم باسمي حين أسمتني. قال شقيت وشقيت أمك لأبدلنك بدنياك نارا تلظى. فقال والله لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. فقال يا سعيد اختر لنفسك قتله. فقال بل اختر لنفسك أنت، فما قتلتني قتلة إلا قتلك الله بها. فقال للحراس جروه. فقال سعيد اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فسمع الحجاج يقوم من نومه مفزوعا ويصرخ أصابتني دعوة سعد فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنا خلص، السلام عليكم.